اول حاجه هفكركم بحاجه اسمها الفلزات وحاجه اسمها اللا فلزات. طيب يعني ايه فلزات ويعني ايه لا فلزات وهنحتاجهم ليه؟ ركزوا معايا كده. الفلزات دي عناصر، وعشان برضو ايه يعني انا بتعامل بصراحه مع اي طالب عندي كانه ما يعرفش حاجه في الدنيا ولا اي حاجه، فبحب ان انا كل حاجه اوضحها قوي. يعني ايه عناصر؟ يعني حاجات ربنا خلقها لنا زي الحديد، الذهب، الومنيوم، اكسجين، فضه، كل دي عناصر. تمام. طيب انا عندي 118 عنصر. لو انا جيت ادرس ال 118 عنصر على بعض كده، هو مش عليكم بس بقول لو عالم جه يدرسهم مش هيعرف، لازم يقسمهم صح. فاحنا قسمنا العناصر دي فلزات ولا فلزات وحاجه تانية اسمها عناصر خامله، بس مش عليكم حاليا. طب الفلزات يعني ايه ولا فلزات يعني ايه؟ الفلزات دي قال لي هتجيب العنصر توزعه تلاقي اخره يا 1 يا 2 يا 3 الكترون. يعني ايه؟ يعني انا هديك عنصر مثلا كده Mg12 المغنيسيوم، هقول لك وزعه. بنوزع ازاي؟ كان عندي حاجه، تعالوا نفتكر على جنب كده، حاجه اسمها مستويات الطاقه. طيب مستويات الطاقه دي كام؟ 7 مستويات. ايه هما؟ K L M N O B Q. كل واحد فيهم بيشيل عدد الكترونات معين. الكي بتتملي ب2، كل دول بيتملوا ب8 في التوزيع. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول لك وزع الام جي 12 دي هتمشي لي بالترتيب. يلا كي بتقوم عامل خط كده تحتيه اول مستوى طاقه، قايلين بيتملي بكام؟ ب2، هقوم كاتبه هنا 2 اهو. طيب ال قايلين بيتملي بكام؟ ب8 اهو. لاحظوا ان انا بوزع الرقم ده ال 12 دي، ال 12 خدت منها 2 اتبقى 10، ال10 خدت منها 8 اتبقى 2 اهو. 2 و8 10، من ال 12 اتبقى 2. الام بيعرف يشيل لحد 8 بس ما تبقاش معايا 8، اتبقى معايا 2 هديهم له، ده نصيب اهو. اخره كام؟ 2. انا قايله هنا اهو لو اخره 1 او 2 او 3 هتقوم قايل لي ده فلز. انا دوست على حاجه صح؟ بس كده. يبقى انا تاني اي عنصر هيدوني هوزع، هبص على اخر مستوى هوصل له، لو في 1 2 3 هكتب على طول ان هو فلز. تعالوا ناخد مثال تاني. لو انا قلت مثلا، وانا ايه ده، هو هنا بطلع ازاي؟ ايوه كده. والله التكنولوجيا حلوه قوي يا جماعه، بس ايه للي يتعلمها. طب ايه بقى برضو بطلع ازاي؟ يا سلام. ايه ده بقى؟ بصوا ايه ده، ايه ده؟ ماشي. يلا بسم الله. لو انا قلت مثلا كده ال 13 ان 11، يلا نوزع. كي تاخد 2 من 13 يتبقى 11، ال هتاخد 8 من 11 عشان ما نتلخبطش، 2 8 10 من 13 يتبقى 3، اخرها ايه؟ 3. احنا قايلين 1 2 3 فلز. طيب يلا ان 11 كي هتاخد 2، ال هتاخد 8، 2 8 10 من 11 يتبقى 1، اخرها 1 يبقى فلز. يبقى انا 1 2 1 1 2 3 هقول عليهم فلز. طيب نيجي بعد كده اللا فلزات بقى. دي بيبقى اخرها ايه؟ بيبقى اخرها يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7. هيجي حد سئيل والله بجد هيقول لي فين 4؟ ما في جيبي 4. ما 4 دي مش عليكم دلوقتي، حاجه اسمها شبه فلز او اغلبها يعني، ومش عليكم فمالكوش دعوه. معلش ما بحبش رقم 4. عليكم 1 2 3 فلز، 5 6 7 على فلز. بلاش بقى ايه الرقم. هو فين الاربعه؟ ده ضاع، الاربعه ده ضاع. طب يلا نكمل. لو انا جيت مثلا وكتبت اس 16 الكبريت، يلا نوزع. الكي 2 ال 8 2 و8 10 من 16 يتبقى 6، اخره كام؟ 6. طب ابص ال6 دي هنا لا اهي تبع مين؟ اللا فلزات. مثلا سي ال 17، يلا 2 8 10 من 17 يتبقى
7 يبقى لفلز. في مشاكل؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هجيب اي عنصر اوزعه، اخرك 1 2 3 انت فلز، اخرك 5 6 7 انت لا فلز. طيب ممكن بقى انتوا في البيت تجربوا كده، تجيبوا ايه اي عنصر وتوزعوه. عايزيني برضه ابعت لكم اسئله؟ تمام، انا ما عنديش مشكله، ورقمي هبقى اسيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو، تخشوا ابعتوا لي هبعت لكم اسئله تدربوا نفسكم عليها. طيب وبرضه ما تنسوش ان انا ده كله بفكركم بحاجات هنحتاجها فيما بعد، مش محتاجينها حاليا في حاجه، يعني مش هنحتاجها دلوقتي حالا، مش هيجي سؤال يقول لك ده فلز ولا لا فلز، بس هتحتاجها انت فيما بعد. في حاجه تاني عايزه اراجع عليها، حاجه اسمها الصيغه، ودي بقى ايه الحاجه اللي انتوا بتحبوهاش بس هي سهله. الصيغه الجزيئيه. يعني ايه صيغه جزيئيه؟ يعني انا مثلا حاجه اقوم كاتب لك اكسيد الزئبق، وعايزاك تكتبهولي بالرموز، يعني بالانجليزي رمز. طب اعمل ايه؟ واحده واحده كده. الزئبق رمزه HG، كتبت تحتيه اهو. الاكسيد اللي هو الاكسجين رمزه O. طيب الزئبق تكافؤه ثنائي، الاكسجين تكافؤه ثنائي. بعمل عمليه مقص، الاتنين واتنين هيروحوا مع بعض، فيبقى اتبقالي HGO. دي كده حاجه اسمها الصيغه. عشان تفهموا قصدي لما نرجع كده للكتاب، هتلاقوا الرموز والتكافؤات. انا عن نفسي العيال اللي معايا يعني بعمل ايه؟ اول حاجه بعملها لهم من قبل ما اقول كلمه، استنوا بقول لهم الجدول ده كده واللي تحتيه حفظ. يعني ايه؟ يعني ده كله كده اهو مهم وحفظ. طب ليه بقى؟ اول حاجه انا عندي عناصر اول ما اشوفها اقول عليها احاديه. يعني ايه احاديه؟ يعني لما نيجي نعمل الصيغه هكتب تحتها 1 ان هي تكافؤها احادي. وفي عناصر بشوفها اقول عليها ثنائيه، من ضمنها الزئبق. لو لاحظتوا انا بحل هناك كتبت تحتيه 2، والاكسجين نفس الكلام. دولت مهمين وهنحتاجهم، دول اكتر حاجه بقى بجد هنحتاجها، فلازم يتحفظوا. طب احفظ الجدول ده ازاي؟ واحده واحده كده. هيدروجين صوديوم كلور بوتاسيوم فضه احادي. طيب احفظهم ازاي؟ اجمعهم في كلمه. يعني انا عندي طلاب عندي والله مش بتريق مجمعينهم في كلمه، يعني ما تقريبا كف اللي هو كلور وفضه دي كف و... وحاجات كده والله انا مش فاكره الكلمه. يعني المهم ممكن من اول حرف من كل حاجه وتجمعهم في كلمه، يبقى الكلمه ديت انتوا فاكرينها ان هي احادي. طيب كان والله عايزه افتكر لكم الكلمه، كان مش هصب. والله كانوا مجمعينها كده، هصب دولت اهو كف. ايه هصب كف دي انا معرفش، ثم كانوا مجمعينها كده يعني. وانا اتبسطت بصراحه ان هم لقوا حاجه يعلموا بيها. فكان لما اجيب لهم حاجه هي احادي ولا لا يقولوا هصب كف ه هيدروجين صاد صوديوم ب بوتاسيوم كف كلور ف فضه، يقوموا ايه خلاص كده دولت الاحادي. فلو حاجه منهم هيبقى احادي، لو حاجه تانية تبقى لا، يبقى يا اما ثنائي يا اما ثلاثي. والثلاثي سهل علينا الدنيا، هو حاجه واحده بس الالومنيوم. والحديد في حالتين منه، مره بيكون ثنائي وبيبقى اسمه حديدوس، ومره بيكون ثلاثي وبيبقى اسمه حديديك. اخر حاجه الثنائي بقى اي حاجه غيرهم. يعني من الاخر عامل ايه؟ هتحفظوا دول بالكلمه زي ما قلت لكم. طب بعد كده ألمونيوم ثلاثي، حديد ليه حالتين ثنائي وثلاثي، ثنائي حديدوس ثلاثي حديديك. واي حاجه غير الكلام دوت ثنائي. ايه هما الثنائي؟ اكسجين مغنيسيوم كالسيوم خرسين اللي هو اسمه التاني زنك نحاس زئبق. تاني حاجه دي كده عناصر، كل عنصر لوحده حاجه واحده اهو. في حاجه بقى اسمها المجموعات الذريه، دي بقى انا بحبها لان حفظها سهل قوي. كل المجموعات يا سنه ثالثه احاديه، ما عدا الاولى حرف الكاف ثنائيه بس كده. تاني كله احادي واللي اوله كاف ثنائي،
بمعنى هيدروكسيد هل اولها كاف؟ لا، تبقى احادي. نترات اولها كاف؟ لا، احادي. نيتريت اولها كاف؟ لا، احادي. طب يلا كبريتات كاف اهي. كربونات اولها كاف اهي، يبقى ثنائي. يبقى كله احادي اوله كاف ثنائي. طيب تعالوا بقى نرجع لمرجوعنا. طبعا الرموز دي تحفظوها، يعني ما تحفظليش نترات احادي وخلاص، لا، نترات NO3، هيدروكسيد OH، نيتريت NO2 يتحفظوا بقى. وطبعا العناصر فوق نفس الكلام. تعالوا بقى نرجع للصيغة وناخد مثلا كذا مثال، وعايزاكم لما انا اشرح حاجة جربوا اعملوها تاني على الغايب، يعني وقفوا الفيديو واكتبوا الحاجة بالعربي واعملوها انتوا تاني الصيغة بتاعتها. هنا ده اكسيد الزئبق، تعالوا نعيده تاني علشان ايه بعد ما فهمنا التكافؤ بيبقى عامل ازاي. واحدة واحدة يلا. بسم الله. لو انا كتبت اهو اكسيد الزئبق، يلا اكسيد O زئبق HG، تحت كل واحدة بكتب رمزها اللي انا المفروض حافظه بقى من الجدول اللي هما كانوا في جدول الثنائي. انا لسه قايله لو كانوا في جدول ايه الثنائي، يعني ده 2 وده كمان 2. هعمل مقص بدل الرقمين زي بعض خلاص بيطيروا مع بعض، ما بكتبش ارقام، بقى HGO دي الصيغه بتاعه المركب ده. طب مثال تاني مثلا نترات الصوديوم، يلا كده صوديوم Na. كلمه هصب اللي هما كانوا عاملينها دي فيها حرف الصاد اللي هو الصوديوم اللي هو في الاحادي، فاقوم كاتبه 1. نترات دي مجموعه رمزها NO3. نترات مش اولها كاف، طالما مجموعه مش اولها كاف تبقى احاديه برضو. هعمل عمليه مقص، قلت لكم لما يبقوا نفس الرقم ما بكتبش حاجه، يبقى NaNO3. طب تعالوا نشوف حاجه ايه ليها يعني نكتب لها رقم او كده. مثلا هيدروكسيد الكالسيوم، كالسيوم Ca. كالسيوم مش في كلمة كف هصب ولا هصب كف، دي مفيش كالسيوم في الموضوع، كانت الكف هناك كلور مش كالسيوم، فخلاص يبقى هو ثنائي لأنه الثلاثي الوحيد ألمنيوم أو حديد. والهيدروكسيد مجموعة رمزها OH هيدروجين أكسيد أكسجين، وما فيهاش حرف الكف أولها تبقى برضو أحادية. طب يلا بقى نعمل عملية مقص. هنا بقى في رقمين مختلفين، أنا ببدل. Ca هتاخد الرقم اللي هنا ده أهو الواحد ما بيتكتبش في العلوم فمش هكتب حاجة. OH هتاخد الاتنين دي فاقوم كاتبة OH، محدش يكتب لي 2 هنا بقى، دي مجموعة فبعمل كده OH باي 2. يعني ايه باي 2؟ يعني الاتنين دي بتاعت الاتش وبتاعت الO. لو انا كنت كتبت مثلا OH كده يبقى الاتنين دي بتاعت الاتش بس، وانا مش عايزة كده، انا عايزاها للمجموعة كلها، دي كلها هتاخد الاتنين فحطيتها في قوس. انما لو كان عنصر لوحده اتش لوحده كنت كتبت الاتنين عادي لان مفيش حاجة معاه. طيب ناخد مثال تاني وبعد كده عايزاكم بقى تحلوا الامثله دي تاني على الغايب. تعالوا نشوف مثال تاني كده. مثلا عايزين حاجه في المعادلات اللي هناخدها. تعالوا اكسيد النحاس، يلا عشان ده يتكرر كتير قوي معانا على فكره مهم. النحاس Cu. النحاس مش في كلمه هصب في حاجه دي يبقى ثنائي. اكسيد اكسجين برضو ثنائي، هعمل عملية مقص نفس الرقم ما بكتبش حاجة يبقى CuO. في مشاكل؟ والله الصيغة لذيذة ولعبة وجميلة ومفيش اي حاجة، هو بس الفكرة ان انتوا تحفظوا الجدول بتاع العناصر وانا قلت لكم الطريقة، والمجموعات اصلا مش محتاجة، هو زي ما قلت لكم اللي فيها كاف ثنائي غير كده احادي، واحفظوا الرموز بس اهم حاجة. طيب ده اللي انا عايزة اراجع عليه من الاخر، انا مش عايزة في بقى حاجات تانية كده في الدرس التمهيدي ده قايل لك الحمض والقلوي اقروهم، انا مش هقول لكم لا، بس انا عن نفسي مش حاسه ان انا هحتاجهم في حاجه حاليا، فوقت ما احتاجهم هبقى اقول لكم عليهم. تعالوا بقى نرجع للدرس نفسه ونبدا. اللهم صل على سيدنا محمد. طب ابدا هنا ولا اجيب لكم الكتاب؟ هجيب الكتاب واشرح فيه عشان تبقوا عارفين انا فين بالظبط. يلا بسم الله. دي امثله على الصيغه برضو ممكن تبقوا يعني تشيلوا انتوا ده دروه وشوفوا الاسم بس وحلو. احنا عندنا في المنهج مش معادلات كتير، بس المعادلات اللي عندنا فيها وزن والوزن عليكم،
مفيش حد يقول الوزن مش عليا، انتوا بتحفظوه وانا ما بحبش الحفظ. احفظ الرموز وكفايه قوي عليك، والوزن اتعلم تعمله. مثلا لو جيت اخد اول معادله خالص في المنهج زي معادله الانحلال الحراري لاكسيد الزئبق. طب واحده واحده قبل ما ابدا، يعني ايه كلمه وزن معادله؟ كلمه وزن عامه معناها ان انا اخلي الكفتين قد بعض. يعني انا لما بروح السوق اشتري حاجه، الوزن ده بيخلي لي كيلو القوطه قد كيلو الحديد. يعني هو بيجيب لي كيلو حديد كده مكتوب عليها كيلو بيحطها، ويخلي القوطه اللي معايا تبقى في نفس الوزن عشان اعرف ان معايا كيلو، صح؟ يعني انا بخلي الحاجه دي قد الحاجه دي حتى لو ملهمش علاقه ببعض. يعني عادي جدا ان انا اخلي كيلو الحديد قد كيلو القطن، فاهمين؟ بس طبعا هيبقى فرق في الكميه. يعني كيلو القوطه هيبقى شنطه قد كده، كيلو الحديد هو عباره عن حجر قد كده. ده الفرق. عارفين الفازوره اللي هي اني اتقل، كيلو قطن ولا كيلو حديد؟ والاتنين قد بعض بس فرق كميات. فانا اللي عايزه اعمله ان انا اخلي الداخل قد الخارج. طب واحده واحده، لو جيت اشوف اي معادله زي اول معادله زي ما قلنا اكسيد الزئبق HGO، كان بيحصل له انحلال حراري، تمام يا مس. كان بيطلع زئبق وبيتصاعد اكسجين. طيب ده مش وزن، عشان محدش يقول لي الاتنين دي وزن. الاكسجين ما بيبقاش في حاله مفرده، هو بيطلع O2، تمام؟ نوزن المعادله ازاي؟ اول حاجه انا دخل دي كده بالنسبه لي كل اللي قبل السهم ده كده كفه، وكل اللي بعد السهم دي كفه تانية. دي اسمها متفاعلات ودي اسمها النواتج. المفروض يبقوا قد بعض في الاخر مهما كان بقى. دي فيها هواء، الهواء ده ليه وزن ولازم اخليه زي ما دخل زي ما خرج. طب ببتدي اوزن ازاي؟ ببص على الرموز اللي عندي. انا عندي الزئبق صح HG، كام وحده زئبق قدامي؟ واحده. خارجه كام؟ واحده برضو، ما فيهاش مشاكل، موزونه. طب نبص كده على الاكسجين، واحده، تمام. خارجه 2 مش موزونه. ازاي انا ادخل في التفاعل اكسجينه وتطلع 2 اكسجين؟ ازاي؟ ايه اللي حصل؟ لازم اخليهم قد بعض. طب ازاي اخليهم قد بعض؟ المشكله فين؟ مين القليل؟ هنا واحده وهنا 2، فاقوم حاطه 2. ما ينفعش احطها هنا كده، ده كده مركب، فانا بحطها على المركب كله. ادي الاتنين اهو، تمام. نرجع نوزن تاني. الاو بقت داخله ب2 وخارجه ب2 زي الفل. طب بصوا الزئبق بقى داخل ب2 2 HG بس خارج بواحده، فارجع احط هنا 2. بقى الزئبق داخل ب2 خارج ب2. الاو بقت داخله ب2 وخارجه برضو ب2. يبقى تاني المعادله معايا اهو. يلا HG داخله كام؟ واحده، خارجه واحده، تمام. لو داخله واحده خارجه 2، ما ينفعش، حطيت هنا 2. يلا نعيد. ال HG داخله ب2 خارجه واحده، ما ينفعش، حط هنا 2. ال HG داخله ب2 خارجه ب2. الاو اهي، الاتنين دي بتاعت دي وبتاعت دي. الاو داخله ب2 وخارجه ب2. المعادله اتوزنت. مفيش حاجه صعبه في المعادلات، وانا بجيب المعادلات من عندكم في المنهج، انا مش هجيب من بره. تعالوا نكتب معادله تانية بدون وزن ونوزنها. ايه مثلا عايزين حاجة ايه صعبة شوية. ان ايه ان اسري. طيب الانحلال الحراري لنترات الصوديوم، واحدة واحدة يلا. ان ايه ان اسري لما يجي يتفكك بيدينا نيتريت الصوديوم NaNO2 وبيتصاعد غاز الاكسجين. طيب عايزين نوزن المعادلة دي يا مس سهير، يلا. اول حاجة لان ايه داخلة ب1 زي الفل، خارجة ب1 برضو. الN اللي هي بتاعت النيتروجين داخلة ب1 وخارجة ب1، حلو. الأو داخلة ب3، خارجة هنا 2 وهنا 2. 2 و2 4، يعني داخلة ب3 وخارجة 4، يعني هنا قليلة، فهحط هنا 2. يلا نعيد من الأول. الN ايه داخلة ب2 خارجة بواحدة، فهحط هنا 2. نعيد من الأول. الN ايه داخلة ب2 خارجة ب2، تمام. الN دي داخلة ب2 اهي، ما هي الاتنين دي بتاعت كله، وخارجة هنا ب2 زي الفل. الأو 2 في 3 ب6. طب نيجي نشوف هنا الأو 2 في 2 ب4،
وهنا 2 6. يبقى المعادلة اتوزنت. يبقى أنا تاني كل اللي هعمله إن أنا همشي بالخطوات لحد ما أتأكد إن كل حاجة زي ما دخلت زي ما خرجت، وأقعد أجرب أرقام براحتي. طيب تعالوا نشوف بقى معادلة تانية أصعب شوية، زي معادلة الألمنيوم والهيدروكلوريك. دي كان أكتر معادلة الوزن بتاعها مش سهل. تعالوا نتعلم نوزنها مع بعض واحدة واحدة. يعني ال AL داخلة ب1 وخارجة ب1، شكرا يا AL. ال H داخلة كام؟ 1 خارجة ب2، لا وكمان ال CL داخلة ب1 وخارجة ب3. فأنا أصلا طب أنا بالله عليكم أختار مين بقى؟ يعني أختار مين؟ ما أنا لو كتبت هنا 2 أنا وزنت ال H وبوظت ال CL، لأن ال CL هتبقى ب2 وهي خارجة ب3. ولو كتبت هنا 3 فأنا وزنت ال CL وبوظت ال H، لأنها هتبقى داخلة ب3 وخارجة ب2. فأعمل إيه؟ عملت حل وسط. هو 2 في 3 بكام؟ يعني عايزة الرقم يمشي مع الاتنين. 2 في 3 ب6، قمت حاطة على HCl هنا 6. نرجع نشوف بقى، ال H بقت داخلة ب6 خارجة هنا ب2 صح؟ كام في 2 يديني 6 في 3، فقمت حاطة هنا 3، بقت 2 في 3 ب6 وهنا ب6. تمام. نيجي عند ال Cl داخلة خارجة ب3 وأنا عايزاها برضو ب6، فحطيت هنا 2 أهو. 2 في 3 ب6، بقت ال Cl وال H موزونين. ناقص ال AL. ال AL خارجة ب2 وداخلة ب1، هقوم حاطة هنا 2. تعالوا نراجع تاني مع بعض. ال AL داخلة ب2 تمام، خارجة ب2 زي الفل. ال H 6 خارجة 2 في 3 ب6. CL 6 خارجة 2 في 3 ب6. يبقى أنا وزنت المعادلة بتاعتي. يبقى أنا عندي أي معادلة هتجيلي هبتدي إن أنا أبص عليها، أبص أشوف اللي داخل قد اللي خارج ولا لأ. لو طلع في معادلات كتير موزونة هتلاقي ده قد ده، خلاص. طب لقيت حاجة أزيد من حاجة، جرب بقى الأرقام مع نفسك. خلاص كده احنا يا رب يا رب يا رب يكون الفيديو يفرق معاكم، ويا رب يكون عقدة المعادلات اتفكت شوية. وكده كده هانت بقى يا سنة تالتة وتخلصوا على خير، وافرح بيكم يا رب في النتيجة بتاعتكم. مع السلامة.